أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته وجميع المؤمنين. وبعد، في موضوع الحلقة: الله قد شرع الصلاة بالوقت وليس بعدد الركعات. فتشريع الصلاة بالوقت أي أن الله قد فرض علينا أن نصلي مدة معينة، ساعة من الزمن تقريبا. أما الصلاة بعدد الركعات فهو الصلاة المعروفة عند الجميع، عند أهل الروايات: ركعتان، 3 ركعات، 4 ركعات، بحيث يمكنك أن تصليها في 5 دقائق أو 4 دقائق أو 6 دقائق. المهم، سنتناول اليوم الفرق بين هاتين الصلاتين. كذلك سنثبت بالدليل من كتاب الله أن الله قد شرع الصلاة بالوقت وليس بعدد الركعات. نبدأ على بركة الله مع أول سورة ذكر الله فيها تشريع وقت الصلاة، وهي سورة المزمل كما هو معلوم، عندما كانت صلاة الليل طويلة قبل التخفيف. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم يقول في آخر الآيات: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكما نلاحظ، فالله هنا يتحدث عن صلاة الليل بالوقت وليس بعدد الركعات، 12 ركعة مثلا كما يقول أهل الروايات صلاة الليل. لا، بل الله قد أمر نبيه بالصلاة وحدد له مدة الصلاة: قم الليل إلا قليلا، أي قم جميع الليل إلا قليلا منه، نصفه أي نصف الليل، أو انقص منه قليلا، انقص من نصف الليل، أو زد عليه أي زد على نصف الليل، ورتل القرآن ترتيلا. نعم، فعمود الصلاة هو ترتيل القرآن وتلاوة القرآن، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، حيث كن الله عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، حيث قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والحلقات الماضية فيما يخص أوقات الصلوات في صندوق الوصف. نعم، إذن كما نلاحظ، فالله سبحانه وتعالى قد حدد أوقات الصلاة هنا بالوقت وليس بعدد الركعات: نصف الليل، ثلث الليل، ثلثي الليل. كذلك عندما تحدث عن أوقات الصلوات بصفة عامة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من وقت غروب الشمس إلى أن يحل الظلام. فكما نلاحظ هنا، فالله قد حدد الصلاة بالوقت أي بالمدة، وهذا هو طرف النهار الثاني، آخر النهار، عندما تبدأ الشمس في الغروب إلى أن يحل الظلام، فنقول أن النهار قد انتهى، وهي صلاة العشاء كما بينا في الحلقات الماضية. فكما نلاحظ، فالله قد حدد بالوقت هنا وليس بعدد الركعات. فالمسلم يبدأ في الصلاة من قبيل غروب الشمس إلى أن يحل الظلام، فيرتل القرآن ويتدبر القرآن ويدعو الله. ثم قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فبعد أن حدثنا عن صلاة طرف النهار الثاني، يحدثنا الآن عن صلاة طرف النهار الأول، قرآن الفجر. وبالمقابلة تكون صلاة الفجر من أول ظهور ضوء النهار إلى أن تطلع الشمس، وهذا أيضا موجود في اللسان العربي كما بينا في الحلقات الماضية. فكما نلاحظ، فالله قد حدد الصلاة بالمدة وليس بعدد الركعات. لا يوجد شيء اسمه عدد ركعات في كتاب الله أو في الصلاة التي شرعها الله كما نلاحظ. والفرق واضح بين الصلاة بالمدة بالوقت والصلاة بعدد الركعات. فالصلاة بعدد الركعات تجعلك تهجر القرآن ولا ترتل القرآن حق ترتيله، ولا تتدبره حق تدبره، ولا تدعو الله حق دعائه. فأنت تصلي صلاتك في 5 دقائق، 4 دقائق كما تشاء، ثم تذهب. بخلاف إذا صليت ساعة من الوقت، فأنت تتدبر القرآن وتخشع في صلاتك وتدعو بكل طمأنينة، فأنت تعلم أنه لا يمكنك أن تقصر من هذا الوقت أو تخرج من الصلاة إلا في حالة الخوف أو القتال كما سنتحدث لاحقا إن شاء الله. أما في الحالة العادية فلا يمكنك أن تقصر من هذا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبهذا يطمئن قلبك وتتدبر القرآن ويظهر لك تأثيره في حياتك بصفة عامة. فأنت عندما تصلي حوالي ساعة في أول النهار وحوالي ساعة في آخر النهار، ترتل كتاب الله، تتدبره، تستغفر ذنوبك، تدعو الله، طبعا هذا سيؤثر في حياتك العملية. سوف تستحضر تلك الآيات التي تلوتها بكرة وعشية، بخلاف الذي يصلي وقت قصير. فالملاحظ عند الناس هو الاعتماد على آيات قصيرة في كل الصلوات، وهذا أدى بالناس إلى هجر القرآن، هجر تلاوة القرآن وهجر تدبر القرآن. وبهذا أيضا لا يكون هناك تطبيق للقرآن ولآياته في الحياة العملية للناس. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة، في عدة آيات، في آيتين. ويذكر آية أخرى تفصل هذه الآية أو من أمثلة هذه الآية إن صح التعبير، عندما يقول في سورة غافر: فاصبر على ما يقولون واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، إشارة إلى طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، صلاة الفجر والعشاء. فالشيء الذي يجعل المسلم يصبر على هذه الدنيا
التي يملأها الخبث، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. الذي يعينك على تجاوز هذه الأهواء وهذه الشهوات والخبث الكثير الموجود في هذه الدنيا هي الصلاة، الاستعانة بالصلاة، وهذا يكون بالصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الصلاة بالوقت مدة طويلة لا بأس بها. صلاة الفجر فتبدأ نهارك بالصلاة، تلاوة القرآن، تدبر القرآن لمدة معينة طويلة نسبيا، بحيث يمكنك أن تبدأ يومك وتدخل في هذه الحياة الدنيا المملوءة بالخبث وقلبك مليء بالإيمان وبآيات الكتاب. كذلك في آخر النهار بعد أن تنهي نهارك فأنت تتلو القرآن وتصلي لله سبحانه وتعالى لمدة معينة طويلة نسبيا، من غروب الشمس إلى أن يحل الظلام طرف النهار الثاني صلاة العشاء. وبهذا يمكنك أن تعيش في هذه الحياة الدنيا مهتديا بهذا الكتاب كما كان يفعل الرسول. هذا والله أعلم. اللهم اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته وجميع المؤمنين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.